حاجه معانا وهي المكرونه الوايت صوص دي كانت بالنسبه لهم سبيشال في المكان اصلا. ركز معايا كده على الصوص هتلاقيه تقيل مش خفيف، وكنت خدت اول واحده كده بستوعب هو في ايه، طب اخد واحده تانية. المكرونه دي جامده يعني. ندخل على الطاجن اللي خضني ده، كان عباره عن مكرونه وكفته كده متغلفين بعيش كده تركي، حرفيا كان حوار. انا سبت اصلا كله واكلت العيش من كتر حلاوته. حته العيش كده بحته كفتايه وبالهنا واللي اشتفي، ووصلت الزلطايه كده وخش بقى على المكرونه. انا مش من محبين الصوص الاحمر بس هو حلو الصراحه، واي حد بيحب الحاجات دي هتعجبه جدا حرفيا. ندخل على اخر طاسه عجبتني واللي كانت الماك تشيز بالشيتوس. يا جدعان انا كنت بدوخ مع المعلقه دي، انا اول ما اكلتها لا انا البتاع كانت جامده جدا، والصراحه اكلت منها لما زهقت، ولو كان عليا واعرف اخد واحده البيت كنت خدت، بس الدايت بقى يا جماعه. ندخل على عرض البرجر واللي هي 4 سندوتشات زي ما انتم شايفين، فرايد تشيكن مدلعين، ويلا بينا نجربهم واحده واحده كده ونشوف طعمهم مع بعض. وجهز جلفزتك كده وخش على